الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة للمسلمين في العراق، من نظر إلى هذه النوازل وهذه الكوارث التي تحل بأمة الإسلام يجد مع تعددها إلا أن الأزمة العراقية على رأسها، وذلك لأن ما فيها من بشاعة وكذلك أيضا من شدة على اختلاف أنواعها مما يتعلق بحرمات الدين أو حرمات الدماء والأعراض وكذلك الأموال والأنفس والعقول وغير ذلك، يجد أنها قد بلغت الغاية، ليس من هذه السنة بل منذ عقدين من الزمن. وهذا الأمر هو أمر عظيم جدا، وأرى أن أول بلية حلت بالمسلمين هو أن مكن النصارى من العراق، وأن تمكين النصارى من العراق ووضع قدم النصارى فيها هو البوابة لكل شر لاحق ذلك. وذلك أن النصارى لديهم مبدأ، وإن أبدوا التعاطف في الظاهر للمسلمين وأنهم يريدون الخير أو التآلف أو الإنسانية، وكل هذه العبارات هي عبارات يسوقونها ويروجونها في ظاهرها الرحمة ومن باطنها من قبلها العداء. نقول إنه يجب على المسلمين أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد حدد لهم الأعداء وحدد وكشف لهم البواطن، والله أعلم بالسرائر من عباده. فالله سبحانه وتعالى بين الخصومات وبين مواضعها، وبين أن الأمة إذا تغيرت وأخذت معايير الأولويات بغير دينها ونظرت بنظرة خاصة إما لغوية أو عرقية أو وطنية، فإن الله سبحانه وتعالى يكلها إلى تلك الأمور التي اتكلت عليها. الدول التي مكنت لأمريكا في العراق تتحمل المسؤولية التي تحل بالعراق اليوم، وكل من شارك في ذلك يبوء بالإثم اليوم، وهي ليست قضية سنة واحدة ولا لسنتين ولا لسنوات، هي تداعيات. لقد سلم العراق للرافضة على مرأى الجميع على سبيل التدرج يوما بعد يوم، وأصبح هذه الأيام فجة، وكان العلماء منذ ذلك الوقت إلى اليوم يحذرون من تمكين النصارى لبلدان الإسلام. نقول إن الله سبحانه وتعالى قد حذر من موالاة اليهود والنصارى، وأن يتخذوا أولياء، وأن يقربوا، وأن يوثق بقولهم، ووصفهم الله عز وجل بالظالمين، وقال الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وهؤلاء الظالمين من اليهود والنصارى لا يريدون لأمة الإسلام خيرا، ويعلمون أن رعاية الأقليات هي فت للأكثرية، ويعلمون أن رعاية كل أقلية في بلدان المسلمين والحفاظ عليها يفت من عضد الأكثرية ويشغل الأمة بعضها ببعض. وإلا متى كان الرافضة في أمة الإسلام لهم شوكة وقوة من ذاتهم، وإنما كانت قوتهم بمد اليهود والنصارى لهم الأيدي على مر التاريخ، وهذا أمر مشاهد، وليسوا بذات قوة وشوكة. وكان ينظر إليهم في دول الإسلام جميعا منذ نشأتهم وظهورهم، وكذلك أيضا جلاء أو تجلي بعض السيادات أو القوة لهم في بعض دول الإسلام، إلا أنهم يكونون في كنف دولة الإسلام يأخذون ما يعطون مما يستحقون العيش فيه، دون ما يتعلق من المظالم التي ربما تحرم على المسلمين من أن تؤخذ منهم، مما يتعلق بأمور الأعراض أو الدماء أو غير ذلك. ولكنهم لا يؤذن لهم بإظهار دينهم بسب الصحابة، وكذلك بالطعن بأمهات المؤمنين، وكذلك أيضا إظهار الحقد على أمة الإسلام والتصنيف في ذلك مؤلفات لم يكن ذلك معروفا مشهورا. فأصبح في معاقل الإسلام في عاصمة الإسلام في بغداد، في دمشق، وكذلك أيضا في صنعاء ترفع رايات سب دين الله عز وجل وزعم تحريف كلام الله وطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية، بل على منابر الجمع، بل أخذ المسلمون في ذلك على هويتهم، فيقتل الرجل لأن اسمه عمر، وتؤخذ المرأة لأن اسمها عائشة فتزنى ويزنى بها وتغتصب وتنتهك حرمات أسرتها لأجل هذه العلل. فهذا الأمر لم يكن موجودا في سائر دول الإسلام. فنقول إذا أراد الإنسان أن يحل فروع البلاء والفتنة التي تحل في بلدان المسلمين فلينظر إلى أصولها. إذا أردنا أن نعالج قضايا الأمة فلننظر إلى من أشعلها، فإذا عرفنا من أشعلها فلنعلم أنه جزء من العداوة. ولهذا نقول إن عداوة الغرب للمسلمين ظاهرة جلية، ومن لم يرها فإن الله عز وجل قد أعمى بصره وبصيرته، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين عداوتهم في كتابه العظيم. فوصف الله عز وجل اليهود والنصارى بالمغضوب عليهم، ووصف الله سبحانه وتعالى أيضا بالضالين، فغضب الله سبحانه وتعالى اليهود، ووصف الله جل وعلا النصارى بالضلال، يتلوها الإنسان في كل ركعة من صلاته سواء كان فريضة أو كان نافلة. وهذا من الأمور المعاني التي اتفق عليها العلماء. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: اتفق العلماء على أن المراد بقول الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنهم هم اليهود والنصارى. يتفق العلماء على ذلك ويتلونها، ولكنهم يتلون حروفا مفرغة عن معانيها، فلا يدركون حقيقة تلك العداوة. الغرب اليوم يدعو
أهل السنة إلى الإنسانية، ويدعوهم أيضا إلى التراحم والتآلف والتقارب مع الأقليات، بينما تجد أن الغرب يشيطن تلك الأقليات على الأكثريات ويقوم بدعمها بالمال والسلاح ويقوي شوكتها، فإذا استباحت أمة الإسلام فإنه ينأى بنفسه عن ذلك. نقول النظر إلى هذا لمن ينظر إلى المعادلات المادية، وأما من يؤمن ويوقن بكلام الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يحكم ولا مبدل لحكمه، وأن عداوة اليهود والنصارى لا تحتاج إلى إثبات مادي حينما بين الله سبحانه وتعالى ذلك. عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لما طلب كاتبا من أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله أتاه بكاتب نصراني، وقيل إن أبا موسى هو الذي اتخذ ذلك الكاتب، فسأل عن دينه فقال إنه نصراني. لما امتنع من دخول المسجد قال لا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تصدقوهم وقد كذبهم الله، ولا تأتمنوهم وقد خونهم الله، يعني أنهم ضعوهم من جهة القوة والحاجة في الموضع الذي وضعهم الله سبحانه وتعالى فيه، وذلك لا يمنع من ذلك من أن يستفيد الإنسان منهم خدمة، ولكن لا تكون لهم اليد الطولة، ولا يؤتمنون بمشورة ولا بأمانة ولا برأي ولا بغير ذلك. فقد حذر الله سبحانه وتعالى ذلك من ائتمنهم على العراق فلينظر إذا كان ينظر إلى معادلات مادية كيف سلم العراق للرافضة، ومن ائتمنهم على اليمن انظر كيف سلمه للرافضة ومكنهم في ذلك وغض الطرف عنه. وما يكون من عجلة استباحة الدماء في الشام لسنوات مديدة ينظر إليها الغرب وكأنها لم تكن شيئا، وإذا استبيح بدم واحد غربي تحولت بلدان المسلمين بأعلام أوروبية تألما وضجرا وغضبا لتلك الدماء التي أريقت. أصبح المسلمون من حيث لا يشعرون يتألمون لدماء عدوهم، بينما هم إذا جرحوا فإنهم لا يتألمون لتلك الجراح. والسبب في ذلك أن الجسد انقلب، بدلا من أن يكون جسدا يلتحم مع المسلمين أصبح جسدا يلتحم مع أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا التبديل وهذه الدماء التي غيرت من الذي حقنها في عقول الناس؟ من الذي حقنها في القلوب؟ إعلام قد تراكم على مدى بعيد جدا، سقي الناس ذلك وصار يجري فيهم في أجسادهم مجرى الدم في العروق، حبا وولاء للغرب وأمنا وإعجابا بما هم فيه. حضارتهم الغربية وإن ارتفع شأوها وعظم أمرها تبقى حضارة مادية دنيوية لا تحجب عداوة ولا تبين مكرا ولا تدخل أحدا دائرة الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل من خصائص الحيوان ما يفوق الإنسان. فنجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في البهائم من الخصائص التي يصنع الإنسان فيها ما يصل إلى ما خص الله عز وجل به الحيوان. فإن الحيوان يطير، وتجد أن لديه من حاسة السمع والبصر ومعرفة المواقع والأماكن ما فطره الله جل وعلا عليه، وسلب الله عز وجل الإنسان من ذلك. ولهذا يستنسخ الإنسان تجارب الحيوان ليحولها إلى آلات. فنقول إن الله عز وجل أراد من ذلك أن يبين أن تلك الخصائص التي تصل بها الأمة قد رزقها البهائم فطرة وجبلة، ولو حرمها الإنسان يعني أن الكرامة إنما هي كرامة بعبودية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ولو بنى بنايات شاهقة وبلغ عنان السماء بها ووضع في الأرض من الجنان والصناعات وغير ذلك، فأي حضارة إذا كان الإنسان ينكح محارمه، وإذا كان يستحل الشذوذ بنكاح الرجل للرجل والمرأة للمرأة، وكذلك نكاح البهائم وغير ذلك ويشرعونها علانية، ألا يرى الناس أما جرم في ذلك ضوء الحضارة الغربية؟ نقول إذا كان الإنسان يعيش بين أمرين، إما أن يعيش الإنسان خاليا في برية وفي فيافي وقفار، وإما أن يعيش في حضارة تجبره على اعتقاد واعتناق تلك الأفعال. فإن الحضارة الحقيقية أن يبقى عابدا لله سبحانه وتعالى موحدا له، ولو كان في أراضي وفي فيافي وقفار يفر بدينه من الفتن. ولكن الله سبحانه وتعالى قد أمر الإنسان بأن ينتفع من كل أحد ولكنه يحفظ دينه بمعرفة عقيدة الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الشرك. أما ما يتعلق بمسائل ما يثيره بعض المتكلمين من العقلانيين أو الكتاب وغير ذلك، يقولون أن الغرب قد صنع الماديات من سيارات وطيارات وأجهزة وغير ذلك. فنقول إن المسلمين وإن احتاجوا إلى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بسيف عدوا إلا والعدو هو الذي صنع ذلك السيف. وكان لباس النبي صلى الله عليه وسلم عمامته وجبته وحذاؤه وربما خفه، إما أن يكون روميا أو فارسيا أو هنديا أو كان يمانيا قبل دخولهم في الإسلام. وتلك الألبسة والأحذية التي يلبسونها ما تمنعهم عن عقيدة الولاء التي يحملونها بأيديهم
بأيديهم. وأما من يقول فتلك الأجهزة وتلك الآلات إنما هي من حضارة غربية، كذلك أيضا الذي كان من ألبسة كانت أيضا حضارة كفرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يفرقون بين أمر الدنيا وبين أمر الدين، فينتفعون من كل شيء ولو استفادوا منه. فالله سبحانه وتعالى قد أرشد ابن آدم إلى أن يستن بسنة الغراب فينتفع منه فيدفن في ذلك أخاه. ولكن نقول إنه يجب على المسلمين أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى حينما بين عداوات الأمم في الدين أن الفارق الديني له أثر في تصرف الأمم والشعوب. وأما المكر والخديعة الذين يظنون أن الدعوة الحقيقية وأن الناس لا يجتمعون إلا على الإنسانية أو على مبادئ اتحاد الأديان وتقاربها ونحو ذلك، فتلك دعوة زائفة. وأن ما حل بالمسلمين من كوارث وإراقة دماء لا يحل إلا بالجهاد في سبيل الله وإزالة ذلك العدوان. وأما من يقول ويدعو إلى حوار وكذلك أيضا إلى مسالمة ونحو ذلك والدماء في كل عام تزيد، فإن ذلك دعوة لا شك أنها دعوة خذلان وبعد عن القصد الفطري. فالله عز وجل قد فطر الحيوان أنه إذا بغي عليه أن ينتصر لنفسه، فكيف وهو إنسان قد جعله الله عز وجل فوق فطرته الحيوانية، قد رزقه الله عز وجل عقلا ميزه وكرمه، ورزقه الله عز وجل فوق عقله بوحي أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ليبلغوا الناس ويكونوا نذرا لهم في ذلك. لهذا نقول ما حل في المسلمين في العراق وما حل فيهم في سوريا وما حل فيهم في اليمن، وما نظر إلى الغرب الذي ينتفض لدم يراق إذا كان من ملتهم أو من عرقهم أو من الأقليات التي في أوساط المسلمين ويعلمون أنها تدخن في الأمة ولا تقوم، تجد أنهم يغفلون وكأن هذه القضايا ليست دماء. من نظر إلى عجلة الدماء التي تراق وكميتها التي تراق في العراق وتراق في سوريا وتراق في اليمن، من الذي مكن لأولئك؟ من الذي غرسهم في بلدان المسلمين؟ من الذي مكن للرافضة حتى تسللوا وتسنموا القيادة في بلدان المسلمين؟ من الذي يرى الحوثيين في اليمن يتسللون حتى بلغوا العاصمة صنعاء ولم يعلم المسلمون في ذلك إلا وقد تسلموا القيادة وتمكنوا من ذلك؟ من الذي غرس الغفلة في قلوب العامة ولم يسمع إلى الخاصة الذين يحذرون من عداوة اليهود والنصارى لأمة الإسلام؟ إذا لم تنتفض الأمة وتتجرد من تبعيتها فإنها ستبقى مخذولة مرذولة إلا من شاء الله سبحانه وتعالى من طائفة تنتصر لأمر الله سبحانه وتعالى كما أمرها الله. فالخير في الأمة باق ولا تخذل الأمة بجميعها، فإنه ما يزال في هذه الأمة طائفة منصورة تقوم بأمر الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله إلى قيام الساعة لا يضرهم من خذلهم. لهذا نقول يجب على الأمة إذا أرادت أن تحل قضاياها مما يتعلق في العراق وما يتعلق في الشام وما يتعلق أيضا في اليمن أن تتخلى عن كل معيار تظن أنه يجمعها غير معيار الإسلام، اللغة أو القطر أو اللون أو الجنس أو العرق أو القبيلة أو المادية أو غير ذلك. فلتعلم أن هذه الأشياء كانت موجودة في جزيرة العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وما أغنت عنهم من ذلك شيء. ففصاحة العرب في الصدر الأول أعظم فصاحة، ووشائجهم وروابطهم العربية والقبلية أعظم من الوشائج الرابطة اليوم. ونجد أيضا من جهة حميتهم، فإن حميتهم في ذلك أعظم من حميتهم اليوم، ولكنه لما أتاهم الإسلام رفعهم في ثنيات يسيرة. لم يرتفع العرب بعروبتهم وكانوا على العروبة واللسان الفصيح أكثر من 2000 عام، ولكن لما جاءهم الإسلام رفعهم ب10 أعوام وجعلهم سادة للأمم يرتفعون بذلك. لهذا نقول أي دعوة يدعى بها إلى التحام الأمة إلى عرقية أو لغوية أو قطرية فإنها دعوة باطلة، ويراد من ذلك هو تخذيل أمة الإسلام. ولهذا نقول إن ما يحدث من نكبات في العراق تقصير شديد من المسلمين بجميع أنواعهم، سواء كانوا عامة أو خاصة، علماء أو حكام أو تجار أو غير ذلك، التقصير من جميع المسلمين. نعم، وإن كان ذلك ابتلاء فهو يكتنف عقوبة للمسلمين سواء كانوا في ذلك القطر أو عقوبة للمسلمين في بقية البلدان. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعاقب عبده إما أن يبتلاه بنفسه وإما أن يبتلي الله عز وجل غيره ممن يستحق ذلك البلاء والعقوبة ثم يجعله الله عز وجل في طائفة والصف المخذلين. ندعو لإخواننا المسلمين في العراق بالنصر والتمكين والتأييد، وندعو كذلك أيضا من ملك قدرة لإنقاذهم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وكل كل قادر لقدرته، فصاحب الجاه بما يستطيع بجاهه، وصاحب العلم ببيانه، والسلطان بقوته وما أتاه الله عز وجل من قوة، وصاحب السلاح بسلاحه، كل يدفع عن دمه وعرضه وماله. فإن الضروريات التي تستباح اليوم هي جميع الضروريات الخمس، استبيحت الأعراض والدماء والأموال والأنفس والدين،
وهو أولى ما يجب للإنسان أن يدفع عنه. ولهذا نقول إن المسلمين يجب أن يدفعوا عن أنفسهم قدر وسعهم وإمكانهم، ويجب على المسلمين عامة أن ينصروا إخوانهم في العراق، أن ينصروا إخوانهم في الشام، أن ينصروا إخوانهم في اليمن، فإن هذا التكالب لم يصنع في يوم، كان برعاية دقيقة غربية من اليهود والنصارى يرعونهم ويعلمون أن المسلمين سيقعوا في هذا الفك. كان ثمة نداءات يدعى المسلمون ويحذرون من هذا الفك الذي يطبق على أمة الإسلام وعلى أهل السنة خاصة، وأصبح على سبيل التدرج يتنكر للمحذرين، ويظن أن المحذرين محرضين وأنهم أصحاب فتنة، حتى إذا وقع المسلمون في دائرة أحكمت عليهم كدائرة المعصم من الجنوب اليمن ومن الشمال العراق وكذلك أيضا الشام، وما يتعلق أيضا ببعض الأقطار من جهة أفريقية وغير ذلك، فإذا استحكم ذلك من جهة المسلمين والمشرق ومن المشرق إيران وغير ذلك ممن تأثر بها، يجد أن هذا الحصار لأمة الإسلام ومعقل الإسلام ومهبط الوحي، يجد أن هذا حصارا لم يكن في يوم وليلة، وإنما كان يسقى برعاية يهود ونصارى، ويروج أولياؤهم في أوساط المسلمين ويشغلون المسلمين بأمور، يشغلونهم إما بقضايا داخلية جزئية، وذلك ليغفلوا عن المشروع الذي يحيط بالأمة، أشغلوهم بشذوذ الفتاوى، بمحاربة العلماء، بالتندر والتفكه على قضايا جزئية، كذلك أيضا بالنظر إلى قضايا وخلخلة المجتمع، وكذلك أيضا جعل المصلحين يغفلون عن القضايا الكبرى. إنهم جزء من المشروع الغربي، يتسنمون قيادات الإعلام سواء كان مرئيا أو كان مسموعا على اختلاف أنواعهم، جزء من المؤامرة. وإن لبسوا لباسنا وتكلموا بألسنتنا إنهم عدو داخلي، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في قوله جل وعلا: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. نقول يراهم الإنسان ربما يتكلمون بوطنية، وربما يتكلمون بلغة إسلامية، يتقلبون ويتكيفون كيفما شاءوا، وربما إذا أخذت منهم زلة خرجوا إلى المنابر يحلفون أنهم ما قصدوا ذلك، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. يقول الله جل وعلا عنهم: كذلك اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إذا خافوا على أنفسهم تدرعوا بالوطنية، وتدرعوا كما تدرع أسلافهم حينما خاطبوا أهل المدينة بأهل يثرب، ويتدرعون أيضا بحب الله ورسوله، ويقومون إلى الصلاة يتظاهرون بالدين، وهم عون لليهود والنصارى. لهذا يجب علينا أن نحذر من عدوين: عدو بعيد بين من اليهود والنصارى، وعدو بيننا يرقق خلافنا مع عدونا الخارجي، حتى أطبق وأحكم أمره على أمننا، وأطبق أمره على اقتصادنا، وأطبق أمره على دمائنا وأراضنا، وحاول أن يمسخ ديننا. ولكن نقول إن الله عز وجل يبتلي الأمة ويمحصها ويهيئها لما هو أعظم من ذلك، ولكن نقول والإنسان يتفاءل بأن الأمة تتوجه إلى خير، وهذه الآلام توقظ الإنسان. فإن الإنسان إذا كان نائما أو كان مخدرا وكثرت عليه آلامه فإنه يستيقظ مهما كان مستغرقا، والأمة في هذه الضربات تستيقظ. ولكن نقول إن شدة هذه الضربات التي لحقت بالأمة، مع أن إفاقة الأمة لا توازي قدر تلك المصيبة التي نزلت عليها، يدل على أن الأمة قد استغرقت وكانت في سبات عظيم. ويجب علينا أن نأخذ بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، أن نعرف حقيقة أعدائنا وأن نتعامل معهم على ما أمرنا الله سبحانه وتعالى. عبارات الخداع التي يخاطبون بها المسلمين حتى تمكنوا منهم الحوار والتقارب والإنسانية هي عبارات في ظاهرها حسنة، ولكن في باطنها يحاولون خلخلة الإسلام حتى يتمكنوا منه، وقد تمكنوا بقدر كبير جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، والله سبحانه وتعالى ينصر من نصره. فإذا أرادت الأمة أن تنصر دين الله فلتنصر، إذا أرادت نصر الله فلتنصر دينه سبحانه وتعالى، فتمتثل أمره وتجتنب نهيه. كفى الله عز وجل المسلمين الشر، ونصر المسلمين في العراق والشام وفي اليمن، وكفانا شر اليهود والنصارى والرافضة وأعوانهم، وكفانا أيضا شر العدو الداخلي الذي يمكن لأعدائنا بتفريق صفنا وخلخلة أمرنا وتشويه ديننا وإشغال خاصتنا وعامتنا عن أولوياتنا. فإن مثل هذه الأمور مما ينبغي للإنسان أن يدعو بها ربه وأن يتضرع، فالله عز وجل يكفي عباده بمقدار عبوديتهم له، والله أعلم.